غلطات وخلص. يعني انت تعرف ايش راح يسوي ومع هذا قاعد يسوي. خلينا نشوف قاعد ياخذ نفس لا لا عنده ركلات. هدوء يسيطر على مجريات النزال في الدقيقة الأولى. اوه يمينية خطيرة كانت تكون من حبيب لا 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 انتهى النزال. لا 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 انا اقول لك انتهى النزال بس ما قفل الجارد. نعم. قفل الجارد طلع من عنده. تملص ممتاز. المشكلة لما تقفل الجارد من بعض تسحب نفسك ما في شيء يحجزك من ورا. فطلع من عنده. بس لو كانت تعرف احنا بداية النزال فما في تعرق كثير كان ممكن يكون نهاية النزال. خلينا نشوف قدرة أديس على القتال الارضي. على فكره تخلص اديس كان رائع جدا ونشوف انه خذ الظهر والان مباشره الى السياج. كيت كنترول لصالح اديس المقاتل القرقستاني. قتال على السياج. المفروض يغير رجليه حبيبي. المفروض يغير رجليه وفعلا غير رجليه وحط اليمين امام مره ثانيه. اي بس ما عنده الجارد. لازم يسكر الجارد ولا او لازم يفوز. اي بس اعتقد مارك ما شاف انه اديس كان ماسك السياج. بس اعتقد كلمه بوكسينج او كلمه ملاكمه لاديس كانت مضلله جدا لان متمكن بالقتال الارضي. لما انت تتكلم على واحد من المقاتلين يحاول يقاتل مع خلينا نسميهم نور محمدوف او عبد المناف كلان صعب انه لازم اذا ما عندك خبره. ومره اخرى قاعد اخذها مره ثانيه. نعم شوف العضلات عضلات كبيره. ولكن اديس الان ضغط على حبيب الى السياج ممكن ياخذه يخلص. ممكن تخلص جلتين اذا كانت محكمه. تخلص مره اخرى. الافضليه لاديس الى حد الان. ضربات قويه من الاعلى. توقعنا اديس يكون مميز في البوكسينج ولكن نشوف انه لا عنده قتال ارضي. قلت لك مرات مضل. الواحد يكتب انت يسالوك شنو في خلفيتك تقول والله الخلفيه مالتي يعني تايكواندو وانت ما تعرف تركل. يعني مثل ما صارت بالبدايه مع هويز جريسي. قاتل نزاله في اليو اف سي رقم 3. قاتل مع واحد اسمه كيمو. ضربات الان ولحد الان كيتش كنترول لصالح اديس. يقلبها الحين حبيب نبييف. قاعد ياخذ اندر هوكس ولما اخذ الاندر هوكس طبعا شو معنى الاندر هوكس؟ قاعد يحط ذراعاته تحت اباط حبيب. وضربه كانت قريبه تكون تحت الحزام بس مارك موجود. ان شاء الله مارك ما يكون عنده جت لاج ويشوفها لان كانت قريبه. وركله ضربه ركبه عاليه من حبيب. شوف الدفاعات امام الاسقاط. هل ينجح اديس بالاسقاط؟ ممكن نشوف اسلام. وبالطريقه الداغستانيه. اي بس لما نزلها تعرف هاي يكون فيها اكثر منها اهانه اكثر من اي شيء. انت قاعد تسحب الخصم ات ويل مثل ما يسموها على راحتك. قاعد تاخذه الى الجهه الاخرى. المشكله انه انت لما تسوي هالشيء راح تتعب كثير. احنا باقي لنا حوالي دقيقه اعزائي المشاهدين. وتعالي بيك اللي هو اديس تعالي بيك اولو صراحه قاعد ياثر على حبيب. انا قاعد اعطيه جوله لحد الان. لا تعطيه الجوله وكسب احترام حبيب نبييف بس الجوله الاولى. بس حبيب لا زال ينظر الى ركنه وقاعد يسالهم على اجابات. انا مو معناها انه اديس راح يفوز ولكن مثل ما قال ماجد كسب احترام حبيب نبييف. المشكله حبيب نبييف قاعد ينضرب كل لحظه قاعد ينظر الى ركنه وهذا غلط. يعني تعرف انت ما عندك اجابه. يعني ما عندك اجابه تنظر لركنك عشان تشوف شو اللي قاعد يصير. في نعم تنبيه شفهي من مارك جودرد في مسك السياج من اديس. على الاسقاط الان استغل الفرصه مباشره نبييف الى الارض بال20 ثانيه الاخيره. صح رياض تقريبا كل 20 ثانيه نشوف الركب. شوف يعني بطل عالم موجود في ركنه ولكن اي بس شوف انا اقول لك مره دربت مع دان انسانتو طالب بروس لي فكثير قاعد ياخذون صور معاه. شو اللي قاعد يقول لنا قال مو عشان تاخذ صوره او تتدرب مع اسطوره راح تكون نذهب الى الجوله الثانيه اعزائي المشاهدين. اديس تعال بيك بالسروال الازرق وخبيب نبييف بالسروال الاسود. وكانت مفاجاه بالجوله الاولى انه حبيب ما كان هو اللي فاز بهاي الجوله. هاي براينا طبعا
ضربة ركبة واستغل الفرصة مباشرة أديس، حاول الاسقاط. شوف مباشرة يذهب الى السياج. أديس هو المبادر في الاسقاطات، أديس هو اللي قاعد يكون المبادر بالهجوم، واحسن طريقة للدفاع هي الهجوم. ومثل ما شفنا بالرغم انه عثمان نورماجوميدوف وابو بكر موجودين في ركن حبيب، ما قاعد نشوف هل تعرف الهالة اللي تكون موجودة دائما بعائلة نورماجوميدوف. نعم، خصوصا انه يعني متواجد حول الابطال، فتتوقع انه يكون نوعا ما يعني لا تفوق نسبي، انه خلاص انت تتمرن مع ابطال الجدول، التمارين، حتى في الجيم بلان. ولكن اديس الى حد الان بشكل ممتاز. اديس محاولة اسقاط مرة اخرى. التعرف بدا على فكرة ما شفت ملاكمة، قلل من حدة الاسقاط. شفت ملاكمة؟ ما شفت ملاكمة، انا ما شفت ملاكمة ابدا، ما شفت ملاكمة يعني شفت جاب قبل قليل. نوعا ما ضربات ممكن حبيب نابييف يعني بس بطيئة، بس البصمة هي ليست بصمة ملاكمة. وين المشكلة؟ حبيب المفروض يتراجع للخلف ويعطي ركلات أكثر لأنه أطول قامة. على فكرة ممكن حبيب ممكن في أي وقت يسقط بأديس، بس الفم مفتوح وتحس كأن القوة الجسمانية لصالح تعالي بيك. تحركات من قبل 1 2 يمكن اول شيء ملاكمه. الماوث جارد طاح من سبب لكمه طبعا من اديس. اي بس يعني تعرف المفروض تقاتل انت، مو تقول انه مو تقول وقف. اي وبعدين لحد ما شفت السامبو المشهور. ضربه ركبه، في ضربه ركبه اثرت عليه، اعتقد وصلت الى راس تعالي بيك اولو، بس التعب بين على كل المقاتلين. حلوه من حبيب. شايف المثل العربي اللي يقول ضربتين بالراس توجع، ضربتين بالراس كان ضربه ثالثه اعطيه ركله انهي النزال، اعطيه ركله ما في داعي. هزه بشكل كبير، قاعد يحاول يلتحق. ضربه ركبه، اعطيه ركله. المفروض ما في داعي تخرب من عنده، خطر على بالقرب. يعني اثنينهم بين عليهم تعب رياض. بس اللي قاعد يحط طريقة النزال هو المقاتل الكرغستاني، هو اللي قاعد يسوي، هو اللي قاعد يخلي النزال على مرامه، هو قاعد يعطي الإيقاع. الضغط من قبل حبيب نابييف في الجولة الثانية، أخذ الظهر بشكل ممتاز. كانت تتواجد، ممكن نشوف رينيك تشوك. لا بس يبقى لحد الآن على الشن، يعني عفوا على الذقن. أنا مرات اليوم قاعد أسحب إنجليزي كثير صراحة، ما يخالف ثقافة إنجليزية. بس على كل حال على الذقن، على الحنك من قبل المقاتل حبيب نابييف، وبعدين ما دخلت. بس على قول طارق سليمان انا افضل مرات موجوده راح يسوي تاب، قاعد يحاول. خلاص قلت لك على طريقه طارق سليمان، يقول لك انا يعجبني احطها على الحنك مرات عشان اذي المقاتل بدل ما اخنقه. انهاء ب For your winner by tap out due to a rear naked choke, Habib Nabiev. To present the award, let's welcome Bellator champion Usman Nurmagomedov, Kareth Brown, president of the IMMAF, and CEO and general manager of UAE Warriors, Fouad Darwish.